السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض لوبيا، راح نديروا مع بعض لوبيا فصاصه ولا لوبيا فصاص ولا لوبيا قريني، كل واحد كاش يسميها. راح نديرها لكم على طريقه المطاعم. هذه نديروها بالدجاج والاخرى نديروها بدون لحم بدون دجاج. تفضلوا معايا نبداو في مقادير وطريقه التحضير. بسم الله. وش عندنا هنا؟ عندي لوبيا كنت فصصتها غسلتها، وهنايا نجي نديرها في الماء، نغطيها هكذا بالماء، من بعد ندير لها شويه خل باش نحافظ على اللون ديالها. نجيب الخل وندير حوالي ملعقتين هكذاك ونخليها على جنب لو طون لي نوجد لاصوص ديالها. من جهه اخرى هنا في طنجره ولا كوكوط ندير 3 معالق كبار تاع الزيت ونصف ملعقه تاع زبده ولا مارغرين، نخليها تذوب. هنا عندي قطع تاع الدجاج، نقدروا نديروا قطعه واحده، نحمسوهم شويه. وهنايا نجي نضيف حبه بصل كبيره كنت قطعتها الى شرائح، وحوالي 3 سنينات ملح تاع الثوم، ونحمس مليح. هنايا نجي نتبل. عندنا الملح، كمون، كزبر، فلفل احمر وفلفل اسود. عندنا طماطم مصبره، كما شفتوا المغرف ما عمرتهاش، ونكمل نقلي ولا نحمس مليح. بعد ما قليت مليح وهذاك البصل دبال، نجي نزيد هذيك اللوبيا بعد ما صفيتها وزدت شللتها مليح، ونكمل نقليها ولا نحمسها مليح حتى تدخل فيها هذيك التتبيله باش تجينا بنينه. وهنايا نجي نمرقها بالماء سخون، نغطيها ونخليها طيب. هنا اللوبيا ديالي قريب طيب، جبت 2 حبات طماطم قشرتهم، نحيت لهم الزريعه قطعتهم الى قطع صغيره، زدت حبه بصل كبيره قطعتها الى شرائح رقاق. نجي نزيدهم على اللوبيا هكذا، ونزيد بوكي تاع حشيش مقطفه ومعدنوس وفلفل حار، نغطي عليها ونخليها تزيد طيب حوالي 20 دقيقه، ونجمروها مليح واللوبيا ديالنا تكون حاضره. هنايا اللوبيا خلاص طابت، طفيت عليها، وهذه النتيجة النهائية. درتها لكم على طريقة المطاعم. واللوبيا اللي هدرنا عليها في بداية الفيديو اللي درناها بدون لحم بدون دجاج، هذيك اللوبيا اللي نشروها ايضا لوبيا قريني برك تجي يابسة اونبالي، درت لها نفس المراحل ونفس الطريقة، طيبتها يعني كيما هذه وحطيتهم هنايا في فيديو واحد. ان شاء الله ينالوا اعجابكم، نشوفهم ان شاء الله في صحن التقديم.
وهذه اللوبيا اللي حضرناها مع بعض تخرج لنا من اروع ما يكون. من بعد نشوفوا اللوبيا اللي درناها بدون لحم بدون دجاج. وهنايا اللوبيا هذيك اللي تجينا لاصوص ديالها جوغ مارون، هذيك كي نطيبوها باللحم بقري اكيد راح يتلون ولا تتلون لاصوص ديالها. هاي ليك تجينا بنينه شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وحضرناها كما قلنا على طريقه المطاعم. وهذه اللوبيا اللي درناها بدون لحم بدون دجاج، خرجوا لنا في زوج من اروع ما يكون. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه، جربوها تشاركوني تطبيقاتكم. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. نقول لكم تهلاو في روحتكم والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.